قصة فنانة، قصة امرأة، قصة صعود وسقوط، حب وخيانة، نجاح وشهرة، لكن أيضا جرح عميق ونضال مستمر. هذه هي حكاية دنيا بطمة. البداية ميلاد نجمة في بيت الفن في أحد أحياء الدار البيضاء. ولدت دنيا بطمة يوم الأول من أبريل عام 1991 بين جدران كانت تتردد فيها أصوات الطرب والغناء. كان الفن يجري في عروقها قبل أن تنطق بكلماتها الأولى. كيف لا؟ وهي سليلة عائلة بطمة، ابنة الفنان حميد بطمة وقريبة الأسطورة العربي بطمة قائد فرقة ناس الغيوان. كبرت دنيا وعرفت أن صوتها لم يكن مجرد هبة، بل مسؤولية أن تكمل مسيرة عائلتها الفنية، ولكن بطريقتها الخاصة، عرب أيدول. عندما بدأ الحلم يتجسد في عام 2011 تقدمت دنيا بطمة لتجربة أداء برنامج عرب أيدول، وكان صوتها صاعقة فنية أبهرت اللجنة والجمهور. فتحت لها الأبواب ورآها الجميع خليفة الأساطير، لكن الحياة لم تكن رحيمة بها. لم تفز باللقب رغم أن العالم أجمع شهد أنها كانت الأجدر. لكن هل استسلمت؟ لا، بل تحولت خسارتها إلى قوة، وعقدت العزم أن تثبت أن دنيا بطمة لم تكن مجرد متسابقة، بل كانت نجمة مكتوبة في السماء. قصة حب وزواج، ولكن بأي ثمن؟ في عام 2013 حين كانت في قمة تألقها دخل الحب حياتها بشكل لم تتوقعه. التقت بالمنتج البحريني محمد الترك، ذلك الرجل الذي وعدها بحياة مليئة بالدعم والنجاح، لكنه كان متزوجا وأبا لطفلة صغيرة تدعى حلا الترك. وقعت دنيا في حبه وتزوجته رغم كل العواصف التي صاحبت هذا القرار. وبين مؤيد ومعارض أصبحت دنيا بطمة الزوجة الثانية، وتحولت من فنانة محبوبة إلى شخصية مثيرة للجدل. هل كان هذا الزواج طريقها للسعادة؟ أم بداية معاناة لم تكن تحسب لها حسابا؟ الشهرة أم الفخ اللي وقعت فيه؟ مع مرور السنوات لم تكن دنيا بطمة فقط فنانة، بل أصبحت حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. تغيرت ملامحها بشكل لافت بسبب عمليات التجميل، وأصبح شكلها الجديد مادة دسمة للنقد. لكنها لم تكن تكترث، كانت تقول دائما: أنا فنانة والناس تحبني بصوتي لا بشكلي. لكن ما لم تكن تتوقعه هو أن حياتها ستنقلب رأساً على عقب بسبب أكبر قضية هزت الوسط الفني المغربي: حمزة منبيبي، من القمة إلى الزنزانة. في عام 2019 بدأت الأخبار تنتشر عن حساب إلكتروني يبتز المشاهير ويفضح أسرارهم، ومع الوقت بدأت الأصابع تشير إلى دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام. هل كانت متورطة حقاً؟ هل كانت ضحية شهرتها؟ أم أنها كانت تعيش دوراً لم تكن تدرك خطورته؟ في 2021 صدر الحكم: دنيا بطمة مدانة وعليها قضاء سنة خلف القضبان. كانت لحظة سقوط مدوية، من خشبة المسرح إلى زنزانة باردة، من الأضواء إلى العزلة، من التصفيق إلى صوت الأغلال وهي توضع في يديها. لكن هل انتهت دنيا بطمة؟ لا، لأنها عندما خرجت من السجن كانت تجهز نفسها لمرحلة جديدة: العودة إلى الأضواء، لكن بأي ثمن؟ بعد قضائها عقوبتها لم تخرج دنيا بطمة كما دخلت. تغيرت، نضجت، أدركت أن الشهرة قد تكون لعنة إذا لم تحسن التعامل معها. خرجت إلى الحياة مجددا، عادت للغناء، عادت للأفراح والحفلات، لكن الجمهور لم يعد كما كان. هل ما زال يحبها؟ هل ما زال يثق بها؟ اليوم دنيا بطمة تحاول أن تستعيد مجدها الفني، لكن اسمها لم يعد يرتبط فقط بالغناء، بل بكل الضجيج الذي دار حولها لسنوات. هي دنيا بطمة، امرأة عاشت كل الألوان، من الأبيض إلى الأسود، من النور إلى العتمة، من الحب إلى الخيانة، من النجاح إلى السقوط. لكنها رغم كل شيء لا تزال تقف، تغني، وتبحث عن فرصة جديدة. فهل تستحق دنيا بطمة فرصة ثانية؟ شاركنا رأيك. مايك.